أقبل تعال. السلام عليكم. احنا الآن عندنا شيء اسمه فن الحوار. فن الحوار هذا شيء جميل صراحة ورائع. انت ماشي الآن في طريق طويل، طريق جميل ورائع، وانت ماشي مية كذا ومشغل قرآن طبعا صايم، ويجي واحد يسقط عليك ولا يحكك ولا اي شيء، توقفون بس ايه، تسلمون على بعض، تعزمون بعض، والله تفطر عندي ولا تتسحر عندي وقهوة وشيء، يعني ما شاء الله. طاح زمان اول الطق والخبط والتصفيق وطلع عجرة من تحت المرتبة، وذي الامور راحت الحمد لله. احنا الان عندنا فن الحوار في كل شيء. فن الحوار هذا ما يجي الا متى؟ في شهر رمضان. يا سلام، اما العصر ولا قبل اذان المغرب ولا بعد التراويح. طبعا هو اكثر شيء الواحد يتفاهم مع اللي حكى ولا هذا يعني قبل اذان المغرب، يعطي احلى تفاهم. خلونا نروح شوي للمطاعم. انا اوقف السرعه كذا، طبعا صايم والدوخه لاعبه وباخذ فول، ويجي واحد بكل، ما ابغى اقول بكل وقاحه، بكل يعني يسقط قدام، ما عندك مشكله. طبعا لما تشوفه زي كذا تسلم عليه ويعطيك العافيه، ممكن انت تدفع عنه بعد، واحنا نسوي كذا يعني دائما الحمد لله، صح؟ قلت له وش ذا؟ يا ليل، يبدأ مسلسل لا تخليني افطر عليك. لحظة، الدعوة تمثيل يا أخي، بدل ما تنزل وتفرق بينهم وتقول إبليس ملعون وتفرق بين الناس وتصلح بينهم، جالس تصور المسلمين. والله ما ترضاها لنفسك إن أحد يصورك وأنت تضارب، ريحة فمك جلذي ميت. يعطيك العافية. ولد خل الله، ولد والله يا جماعة الخير قلقتونا قسم بالله. يعني انت مرتفع عندك النفسية ولا مرتفع عندك الضغط ولا اي شيء، يا اخي فكرة من شرك قسم بالله. تيجي تحد خلق الله وطق طقيق واخر شيء يقول اللهم اني صايم. يا حبيبي الصيام راح، لكن الله يتقبل يعني، وما في لقوة مضاربة، بس باقي يطب الحكم كذا ويعطيك 3 ضربات هذه عشان تاخذ البطولة. كل سنة في شهر رمضان تواجهنا نفس العينات هذه. طالع من دوام ما يدري إلا صافط عليك وكاسر أم المراية ولا ذا، ونازل ويهاوشك ونفسيته في خشمه يعني، وينزل بالعقال ويعطيك الأكشن كذا السريع، مع العلم إنه صايم. يا أخي تراك صايم لك كم ساعة، طيب باقي لك ساعتين كملها. طيب تدرون وش أكثر مشكلة تواجهنا؟ يعني تلقاك انت في حالك ومالك ومال الناس، ويجي واحد ضغطه مرتفع ايدج ويفصل عليك. طيب انا وش دخلني انا؟ يعني عشانك صايم؟ طيب انا برضو صايم يعني، وش دخلني انا؟ طيب متهاوش في البيت انت والمدام مرفست كلها مع شعرك وتحط حرتك فيني انا، وش دخلني انا؟ طيب ولا انا ماشي في طريق المكفاد ولا الدائري وتقعد تحدحدني، وش دخلني؟ طيب ولا يعني في واحد يجيك ما شاء الله تبارك الله زاحف في الاستراحة وزاحف في الحارة، ويجيك في الدوام هو الشيخ ما شاء الله يعطيك من الفتاوى، سامع له فتوتين وقام بالثالثة جابها من راسه. لا وإذا قمت تعكره وتقول له لا هذه غلط، هذه لا كذا تعدل له بالنعال، ما عنده يعني، طلعت النفسية الصدق. طبعا هالموضوع كله في كون، في واحد ثاني اللي ما شاء الله سهران في الليالي ونومهم في الصباح، هذا اللي ما هم أحد ورادم بالعالم ما شاء الله، ينام من الفجر إلى أذان المغرب. طبعا هو كاف المسلمين شره يعني، لا طق ولا طقيق ولا شيء غير بس مزعج الناس بشخاره. صح انه مضيع الصلاة، لكن ان شاء الله انه مقبول صيامه ان شاء الله يعني. وفي واحد ما شاء الله تبارك الله تعدى مرحلة الضرب، يعني هو لو يضربك يمكن اهون يعني، بس يعطيك ابتسامة هليت كذا بس يمكن يغمى عليك ما شاء الله من ريحة فمه الجميلة الرائعة. من يطلع للبيت لما يوصل للدوام المسواك ما يفارق فمه ما شاء الله تبارك الله، من سلم المسلمون من لسانه ويده. بعدين يا حبيبي قبل لا تطلع من البيت فرش أسنانك يا أخي، أقل شيء خل مسواكك معك، تراها سنة وبتؤجر إن شاء الله عليها.
وإن شاء الله إن يعني بندعي لك عشان الله يفكنا من ريحة فمك الحلوة. ونصيحتي للناس اللي ما يتعاملون إلا بالضرب والمكافخ والجلد، ترى يجي يوم بتتمردغ فلر، فشوي شوي على المسلمين وكمل صيامك أحسن لك. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة، يعطيكم العافية وما قصرتم، والعشر عليكم باركة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وشكرا.